وانا احب ان اكون صادق. انا بختلف عن المشايخ في شغله بسيطه، اعوذ بالله من كلمه انا بحب اتكلم قناعاتي، ما بحبش لا اهادن لا الجماهير ولا المشايخ ولا طلابي ولا العلماء. يكون عندنا نوع من الحريه ونتناقش نتحاور. لذلك يعني لكي لا نخدع، عنوان الخطبه لكي لا نخدع علينا ان نكون ايقاظا ايها الاخوه. صدقوني انا انتمي الى هذه الزمره، زمره علماء الدين، واقول لكم لا تغتروا بي ولا بغيري، كونوا ايقاظا، كونوا متفتحين، لا تسمحوا لاحد ان يدلس عليكم، لا تسمحوا لاحد ان يزيف وعيكم، ولتكن لديكم الجرأة والشجاعة ان تقولوا لمن اساء اسأت، انت الان تسيء الينا والى قضايانا، تسيء إلى بفضل الروح التي نبثها ونحرض عليها ونغري بها. روح كن مستقلا، ما تكون عدناني. عدناني مين؟ انا نبي؟ اياك. وانا اقول لك، لو واحد قال لي يا عدنان هل تعطيني ضمانه ان اتبعك؟ فاقول له اياك ان تتبعني يا اخي في كل ما اقول، والله العظيم، ولا حتى في بعض ما اقول. انا روحي وهديي ودعوتي رسالتي. انظر في كلام وفي كلام غيري وفي كل شيء، ثم اختر لنفسك حسب مقدراتك العقليه والوجدانيه، بس هذا هو. والله لن يحاسبك الا بما اتاك. لا يكلف الله نفسا الا الا ما اتاها، الا وسعها. ولا مش صحيح؟ وسع بحسب وسعك، وقد تصيب وقد تخطئ، حين توافقني وحين تخالفني، مرة تصيب مرة تخطئ، ما في مشكلة. أنت مأجور دائما بإذن الله ما صحت النية، ما صحت النية، وما صحت النية بإذن الله يتضح السبيل ولو بعد حين.